ديما. البداية ديالي كانت بسيطة بزاف وكنت محبة لهاد الفن. في بداية صغيرة ما قريتش وغنيت. كانوا عندي فنانة اللي كنت أنا كنحبهم، كنت إلا سمعتهم كان نحط داك البروغرام ديالهم في نهار وما نقولش لك بديت صغيرة، حيت هذه الكلمه وليت كنسمعها للاسف بزاف وما كتعجبنيش نقولها، ولكن انا لا انا غنقولها، ولكن كنقولها بصدق انني بديت صغيره. غنيت وانا صغيره وحبوني الناس وانا صغيره. كانت الوالده ديالي الله يخليها لي ويخلي لكل واحد ما كيترجى، كانت ما كيعجبهاش الآراء ديال الناس، ولكن اللي شافتني كنحب هاد الميدان سانداتني خلاتني كما بغيت انايا. بزاف ما يمكنش. شوف، الحاجه اللي كتكون مبنيه على الساس صعيب باش توصل دغيا. انا كانت البدايه ديالي كنت كنخدم، انا كنقولها في ديما كنهضر على هذا الموضوع، انني انا البدايه ديالي كنت كنخدم مع العونيات. وماشي انا اللي عندي مجموعه، كنت انا كنخدم مع مجموعات اللي كنحييهم بهذه المناسبه، وانا ديما كنقول ان خيرهم عليا من بعد الله سبحانه وتعالى. تعلمت بزاف الحوايج معاهم. كاين اللي مات، كاين اللي باقي، اللي مات الله يرحمه، واللي باقي الله يطول ليه العمر. ما عمرني ما نسيت هاد الناس، انني انا من الناس اللي كتعترف بالجميل، رغم ان كتكون انت عندك علاش كتحب، ولكن هاد الناس كانوا كيعاونوني. هو الفن الشعبي رساله ونشاط، وعليه فضل كبير بزاف الناس انهم كيغني بزاف الانماط، هم اللي كيبدا يغني الشعبي كيتعرف وكيحبوه الناس. واش غنقول لك، هو الماكله المغربيه كلها كتعجبني، ولكن ملي درت واحد المعيده صغرتها وليت ما تناكل حتى حاجه. الطبق المفضل عندي هو كسكسو، كنبغي كسكسو بزاف. الاغلبيه اللي كنسمع ليه بزاف ومحبه ليه كنسمع ستاتي وكنسمع حاجب. ستاتي عزيز عليا فنيا واخ، وحاجب تاج فوق راسي، كنبغيه بزاف، وكتكون ديما عندي الى وحلت في شي حاجه كتكون استشاره منه ديما. كانت صعوبات كبيره، ان ماشي من السهل الا بغيتي تبني الدار خصك الساس، وحتى في الفن الا بغيتي تكون فنان خاصك يكونوا فيك بزاف المزايا اللي باش يحبوك الناس ويبغوك الناس وتمشي في طريق صحيحه. للاسف واخا هو دابا التواصل الاجتماعي ان سهل المأموريه على بزاف الفنانه اللي ولاو كيلقاوها سهله وكيلقاو مساعده. اما بالنسبه لي انا ما غنقولش ما عمرني ما كنت الرقم واحد ولا الرقم جوج ولا رقم ثلاثة. انا ما عنديش الرقم، حيت كاين تبارك الله فنانه كبار، غير انا بديت في سن صغيره، وبديت في وقت بديت في 97. ما كانش بالسهل باش نوصل لهذا الشيء اللي انا وصلت ليه دابا. وانا قلتها بزاف المرات، هو الفنان اول حاجه اخلاق. ملي كتكون انت مخلق كيجيك الحب ديال الناس هكاك تلقائي، والتواضع. ان الطير حتى تعيا كتبقى انت بنادم ولد عندك 9 شهور بحال مزيود على 9 شهور بحالك بحال هذاك الاخر. الاحترام زوين. فنان كبير ما نقلوش منه. واحد سابقنا في الميدان نسمعوا ليه، نحترموا الكلام ديالو والقرار ديالو. بزاف المرات
بزاف. كنكون عندي ستريس، كتكون عندي شي حاجه كنطلع، والحمد لله انني في الفرقه ديالي كاينين وليداتي اللي هما معايا كيعاونوني. كنشوف غير في واحد في الدراري، كنرجع للحاجه اللي كنت غادي نديرها. وبالاخص غنوجه واحد الشكر لخويا عزيز عيا اللي هو مساعد ديالي وموسيقي معايا في الفرقه، وتقريبا انا وياه الحمل كنقسموه على جوج. هو كيتكلف بالاعمال اللي خارجه على برا، وانا كنكون هو كيكون في الواجهه، وانا كندخل كنلقى كل شيء مقاد. كنوجه ليه الشكر. واحد الكلمه، انا ما كنخيرش من الفرقه ديالي شي واحد، كنوجه لهم الشكر كاملين، هما كيعاونوني كاملين، حيت الفنان بلا موسيقيين ما كاينش، والموسيقي عاوتاني بلا فنان ما كاينش. وللاسف هذه واحد الفئه ديال الناس واخدين الطيبه والتواضع والاحترام، واخدينه ضعف. كتلقى فنان محترم كيتعامل كيدير، كتلقى الموسيقيين كيبقاو كيقول لك هو عادي هذيك. لا، راه الكمال لله. انت فنان، ما جيتيش وكنتي فنان، وهذوك الموسيقيين ماشي جاو ولاو موسيقيين، وانت بلا موسيقيين ما كاينش، والموسيقيين بلا فنان ما كاينينش. اذا خص يكون واحد التفاهم، ويكون شويه ديال التواضع من كل الطرفين. انا براسي كطرى ليا كنمشي نخدم، انا هذا طبع فيا انني كنخدم بالفرقه ديالي ملي كيبغوني الناس حفلات، نخدم مع راس كبار. عندي فرقه كبيره، كنخدم دورة العروسه، كل شيء عندي فرقه مكموله. مغني عندي كيدير دخلات العروسه، كيدير غير انا. كاينين احتراما العائلات اللي كنخدم ليهم، ما كنحطش بزاف الحوايج، ما كنحطهمش. الاغلبيه ديال الناس كيعرفوا ظاهره انها كدير الشعبي. كاين اللي كيعيط ليا انني كتكون عنده فرقه وكنمشي انا غير نحيي مثلا غير على الشعبي. انا عندي فرقه كومبلي فيها كل شيء، وكنلبي الرغبه ديال الناس اللي كيبغيوني انا نحضر معاهم غير انا. ولكن ملي كنمشي احتراماتي لديك الفرقه اللي كتكون، كندي معايا الفرقه ديالي باش ما كنطيحش بزاف ديال المواقف. ما نكذبش عليك، ما عمرني تحطيت في شي موقف محرج، ولكن كيكونوا واحد شي حويجات صغار كيوقعوا. بحال نقول لك كيكون عندي مشكل خاص بيا وكنطلع للمسرح، وانا الله اللي كيعلم بيا وبحالي، ولكن خص هذوك الناس اللي انا عندهم كنضحك ليهم وكنلبي ليهم الرغبات ديالهم في الفن باللي كيبغيو هما، ولكن انا الله اللي كيعلم عليا. لا نهائيا، ما عمرني. انا نعطيك واحد الفكره عليا كفنانه. انا حتى البروغرام ديالي فاش كنكون عندي حتى مثلا مهرجان ولا عندي سهره ولا قسما بالله الا الاغلبيه ديالهم ما كيكون حتى اتفاق بيني وبين وليداتي اللي خدامين معايا. كنمشيو كنقولوا بسم الله، كنطلعوا كنديروا البروغرام ديالنا وكنهبطوا. وكذلك في الهضره اللي كدوز في الحوار، اي حوار شتي فيه ظاهره عرفي ان داك الشيء كيخرج من القلب وكيوصل للناس للقلب. انها هي ساعدتنا بزاف 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 بزاف. كانوا شكون اللي كان كيتعرف في الفنانه؟ كانوا كيتعرفوا الفنانه الكبار اللي كان عندهم تاريخ، هما اللي كانوا كيتعرفوا. اما دابا راه تبارك الله بلا ما نقول لك الساحه الفنيه شكون فيها بزاف من التواصل الاجتماعي عنده دور كبير. الفنان غير هو انا ما غاديش نصلح، ما غنجيش انا ونصلح شي حوايج غير كنهضر فيهم، غير هو تخادوا فيه واحد الحوايج اللي ماشي زوينين. اما بالنسبه للفنان عنده فضل كبير من بعد الله. شوف، انا من كل فنان طرب. انا كنسمع الفن كامل كنسمعه، ولكن ظاهره كتلقى راسها في واحد النمط، هو انني كنغني من قلبي الشعبي، كنلقى راسي فيه، كنلقى راسي وكنعرف راسي شنو كندير.
وكنغني الى ان نقدر نقول واحد الحاجه. شحال من اغنيه كنغنيها وانا كنحبها، انا كنبغيها انا. لا فرحاتي انا هي الصغيره، رانا هي المدله في الدار، انا هي اللي مدليني واخا كندلل راسي شي مرات. انا هادي كنصيفطها لعائلتي، هادي بقاو شويه يفشوني. هي انني توفى لي الوالد ديالي وانا عندي عامين وما عرفت الصوره ديالو، ما كنعرفهاش، ما كنعرف صورته. تمنيت انني كنت نشوفه وتبقى شي حاجه من غير مرسومه، غير شي حاجه صغيره مرسومه ليا في خيالي منه، ما تحققتش ليا. ولكن الله كريم، الله بغاه داه. هو فاش ما توفى انا كان عندي عامين في عمري، ما عقلتش عليه. ما غاديش نوصف ليك. انا كنبغي الناس، وملي كنبغي شي حد كنبغيه من قلبي. للاسف تحطيت في مواقف ماشي زوينه، ما نقدرش نهضر فيهم، ولكن للاسف كاينين واحد الناس كيحسبوا الطيبه غباء، ولا كيحسبوه ضعف. وانا خصيني في واحد البلاصه اللي انا مضروره منها بزاف. نقدر نقول لك هي الخيانه كتجي من القريب منك، ما كتجيش من البعيد. كتلقى اللي كيحبك وكيخاف عليك، ولكن شي مرات كتقاس من الناس اللي قرابين ليك. الحمد لله. هي سؤال ما كنتش كنتخيل انه غادي يكون، ولكن حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل في الناس اللي كتعطيها وما كتعطيها اكثر من حقها، وهي كتستغلك. كنعتذر بعدا، اصلا انا ما موجداش لشي سؤال، ولكن هذا سؤال كنت محتاجه ليه. هي انني كنبغي كل شيء كنعطي ما كناخذش. نقدر نقول لك مع بزاف الناس قرابين مني وبعادين مني، ما كنلقاش الرد، ولكن هو كيبقى. انا كنحسب هذاك الشيء اللي كنديرو كله لله سبحانه وتعالى. ولكن للاسف كتجي واحد الوقيته كتبغي تاخدي، كتبغي غير شويه تكوني. ما عرفتش كنوصل لك. المهم عندي واحد الاحساس شويه ضرني في قلبي. هذه ظاهره انسانه، اما في الفن ما عمرني ما تقهرت، حيت انا الحضور ديالي كاين وما كنحسدش وما كنغيرش. انا من الناس اللي مسالمه وكنمشي تحت الحيط، ولكن هاد العام الحمد لله عليه حسيت بواحد القهر ماشي زوين. كنتمنى ربي يهون فيه ويدير فيه الفرج. ظاهره رباطيه، الام حنينه وطيبه، ماشي كنشكر راسي والانسانه. انا كنبغي الخير للناس كاملين. عزيزين عليا الناس. اللي سمعته قال لي بغيتك كنبغيه. انا خادومه للناس. نقدر نقول لك ان التراب ديال رجلين الناس بالخير، وقلبي سماح، كنسمح بزاف. الزوجه انا مطلقه، عايشه راسي مع ميمتي ومع بنيتي ومع عائلتي. كاين الله سبحانه وتعالى، كاين الله احسن ما كاين، حيت ربي حلل الزواج وحلل الطلاق، ولعله خير ليا. ربما ما كنتش غنكون كاع في هذا الميدان، وما كنتش ما يكونوش عندي هاد الحباب. عرفتي انا شحال كنغير من راسي انني ملي كنخرج للزنقه وكتكوني غاده ويشدك واحد الشخص ويقول لك انا كنبغيك، ولا امي كتبغيك، ولا ماما الاغلبيه والله العظيم الله كيشهد عليا، الى الاغلبيه د الناس كنلقى شباب قدك في السن ديالك صغار تتقول لي انا ماما كتحماق عليك. احسن حاجه. كاين بزاف الندم على قرارات خديتهم، ولكن ان الله غفور رحيم. حنا خطائين الحمد لله. كنتمناو حاجه وحده اللي كتطرى ليا في حياتي الخاصه، هذه حياتي الخاصه شاركتها معكم اليوم.
انني انا ما كنتعلمش من الخطا، نغلط، وربما واحد كيهضر معايا كننسى دغيا وكنعاود عاوتاني الخطا. كنتمنى من الله انني ما نبقاش نخطأ، ولكن حنايا ضعاف تحت رحمة الله. الدافع ديالي هو صحيحتي. انا هضرت في هذا الموضوع بزاف المرات ومازال كنوضح بزاف المرات. علاش؟ حيت ماشي كنلقى كومونتيرات كيسولوني الناس كيقولوا شنو السر ديال الضعف ديالك، واش ريجيم واش لا. ماشي ريجيم، ماشي رياضه. انا درت العمليه تحويل المسار، وكاينين بعض الناس اللي سمعوا هذه العمليه وتخلعوا وقالوا لي ما خصكش ديريها. لا بالعكس، هذه العمليه ما وصلاني حتى بحاجه. هذه العمليه مزيانه، حيت فاش وصلت لواحد الوزن اللي هو فات الحد، وصلت ل 130 كيلو. صحتي تدهورات وما بقيتش كنقدر على بزاف الحوايج. والخدمه ديالنا كتعرفوا الدومين ديالنا ان فيه التعب، فيه السهر، فيه والسكر. جاني السكر. الحاله ديالي المهم ما بقيتش كنحس بالراحه. صافي والتجأت لهذه العمليه. درتها في بلجيكا. الدكتور افلاماني اللي دار لي هذه العمليه، وباستشاره مع ناس عندهم تجربه، عن حكم انهم كيبغيت نوصل لك. كان شفت نتيجه ديال هذه العمليه، اختاريت انني نديرها. وفاش درتها باقتناع. وبهذه المناسبه كنوجه الشكر كبير للناس اللي ساعدوني على هذه العمليه، انهم واحد العائله ديالي اللي هما اخواتاتي اللي ما ولدتهمش لي امي، هما اللي عاونوني، وعائلتي الصغيره اللي دايره بيا، وخويا عزيز ساعدوني باش، حيت كنت كنخاف من هاد العمليه. درتها عن حب، انني بغيت نضعف، ماشي كظاهرة من برا باش يشوفوها الناس على الجمال، على أنا زوينة من قلبي. ما عمرني ما كنت كنشوف الزين اللي على برا، أنا ديما كنشوف على قلبي. ولكن صحيحتي خلاتني ندور لهذه العملية. مزيان ملي سولتيني اختي الحبيبة على هذا الضعف وعلى هذا الشيء. لحد الآن كنلقى واحد الأسئلة اللي هما الناس كيبقاو يعقبوا على مثلا المشيه ديالي وعلى بزاف الحوايج. انا كنت كنوزن 130 كيلو في ظرف ديال 3 سنين. انني وصلت لهذا الوزن، انني طيحت كدا 50 كيلو، ولا نقدر نقول لكم حتى دابا حاليا غتكون وصلت لواحد 60 كيلو اللي حيت. بقى عندي المشيه شي مرات كنمشي بحال اللي انا غليظه، كنجلس كنكون جالسه غير في داري، كنسى راسي حتى كنلقى راسي دايره بحال هكا، انني انا مولفه، انني انا غليظه، كنسى راسي انني انا ضعافيت. واحد الناس اللي كيبقاو يقولوا عرفيت البروتوكول المشيه هذه ما فيها لا بروتوكول لا والو، هذه كلشي تلقائي. كنلبس اللبس اللي كيواتيني كيعجبني انا. مشيتي الا ما كتعجبكمش نتوما، انا كتعجبني، كنحاول نقادها، كنحاول نمشي حتى انا بريستيج، وكنحاول، ولكن هي ظاهره كتخرج داكشي اللي عندها. حاجه وحده اللي بغيت نهضر فيها هي شي حاجه اللي كتبقى بين ظاهره والله، اللي ما عندش الحق لشي شخص كما يكون نوعه انه يدخل فيها. وقع لي واحد المشكل، ماشي مشكل ولكن هما اللي خلاو واحد الفئه د الناس خلاو مشكل. هو انني انا كنت درت عمره، ربي رزقني عمره، ربي بغاها ليا على قلبي وعلى الطلب اللي طلبت. انا ما عنديش الاب ديالي، وعندي الام الله يخليها ليا ويخلي لكم كل ما كترجعوا، وعندي اخ عزيز وغالي عندي بحال الاب ديالي. درت واحد ماشي درتها هي، ماشي مبادرة، هي مفروضة عليا أنني نديرها، وربي رزقها ليا أنني أنا
وعزيز صفتنا الوالدين ديالنا. انا خويا كنحسبوا الاب ديالي، صفت انا امي وخويا، وعزيز صفت الاب والام ديالو. فعام كانت الناس كيعرضوا عليا هاد الفرصه انني ندير عمره انا وعزيز. جات فين ما كتجيني الفرصه كنقول لا، انا بغيت امي وخويا يمشيو وكذلك عزيز. هاد الفرصه تاحت لينا، صفتنا الوالدين ديالنا. انا ما نهضرش نقول خويا، انا نقول اب ديالي، وكنفتخر ان هذاك الاخ اب ديالي. صفت انا خويا ما دارش عليها العام، جاتنا فرصه انا وعزيز باش نديروا عمره. مشينا درنا عمره بحالنا بحال الناس. كاينين واحد الناس اللي هما بقاو كيقولوا من العمره للشطيح والرديح وهادي وهذا الشيء تقال فاش درت العمره. وتعاود عاوتاني غير هو جات في رمضان ليله القدر وحطيت واحد، ماشي انا، عزيز اللي مكلف بالتواصل الاجتماعي كامل، الانستغرام، فيسبوك، تيك توك، كلشي مقابله هو، حط دعاء وحط فيه التصويره ديالي في العمره. واحد الناس كتبوا واحد الميساجات اللي قاسوني في قلبي، اما ما عمر شي ميساج قاسني على شكلي. انا باقا كنقولها ونعاودها، انا التراب رجلين د الناس اللي كيتواضعوا انا نجلس معاهم في الارض، ولكن تقست وبكيت فيها وضرني خاطري انهم حتى هذيك العمره ما بغاوهاش، ماشي غير ليا، يقدر حتى الفنانه كاملين كيهضروا عليهم بحال هكا. لا، حنا دم ولحم وحنا مؤمنين وكنعرفوا الله وكنعرفوا الدين ديالنا كامل كنعرفوه. هاد الخدمه كنخدموا فيها ما غنقدر نقول لك انها هي مصدر قوت ديالنا. بقاو كيقولوا لي من العمره عاوتاني مشيتي، وما كيسحاب ليهم انا دايره عمره عاوتاني في رمضان، من العمره عاوتاني ترجعي للشطيح والرديح، الله ياخذ فيك الحق، توبي الله، عرفي الله. بهذه المناسبه كنقول لكم حرام عليكم كتديو واحد التقليد كبير ماشي زوين. انت ما كتعلمش علاش اللي في قلبي، وما كتعلمش بالظروف ديالي، لا انت اللي كتهضروا في هذا الموضوع وكتهضروا بهذه الطريقه. كنقول لكم الله يهديكم علينا، وشكرا لكم على واحد الحوايج ما كتعرفوهمش وكتهضروا فيهم. ها انتم خوتي، ها انتم اللي لقيتو غنقولوا. يا بسم الله. الزهر، على الزهر قال لكم عندنا الزهر كاع ما يبيعوه في القراعي. نغنيو مرحبا. وفين الزهر وفين الزهر اللي حلف ما يدار، شحال سنينا تضاع لينا العمر ويا ليام عهدتنا ونسيتنا، تضاعوا الأحلام عاد بغيتينا. الجديد الفني ديال زهيرة هو سهرة حية حصرية إن شاء الله، غادي تكون في العيد إن شاء الله، غادي نطرحوها. فيها شوية ديال الحزن، شوية ديال المعقول، شوية ديال الضحك، مهم من كل فنين طرب دايرة زهيرة. كنتمنى من الجمهور ديال زهيرة تنال الإعجاب ديالو. اللي كتحب زهيرة كنقول لها شكرا لكم، وأنا كنحبكم وفرحانة بكم، وكنقول لكم أنني نقدر واحد الوقيته نقول أنا بركة عليا غنحبس وكنرجع بكم وبحبكم. كنحبكم بزاف، والفنان بلا جمهور بلا محبين ما عمره ما يكون فنان. ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم، وما تنساوش تابوناو في لاشين وتفعلوا الجرس للتوصل بكل جديد. لاله فاطمه.